ما ينفعش نعدي الكلام ده الا ما نعلق عليه. انتوا عارفين الكابتن ده؟ اللي عارفه يتفرج على الفيديو للاخر ويحط تعليق برايك. نسمع كده. انت عندك مهاجم اسمه محمد شريف، قسما بالله لو انا مكانه في الكوره دي او الكوره اللي كانت قدام ريال، لو انت مكانه اكيد بقى بتلعب كوره. طب لو ما بتلعبش كوره اكيد لعبت كوره قبل كده. انا مهاجم وعمري في حياتي ما اطلع اقول لو انا مكانه كنت عملت وكنت عملت، ودايما عارفين اللي على البر عوام. طب قول لنا يا نجم، لو انت مكانه هتعمل ايه؟ مدريد كنت هريح بتاعت ريال مدريد بكعب عبد القادر هو والجون جون، ودي لب يا راجل. لب؟ اكيد لب مش برجلك، اكيد هتضغط مربع واشاره. شكلك بتلعب بلاي ستيشن كتير. يا راجل يغرفها كرة شراب، حته كرة شراب زي اللي عملها فينسنت ابو بكر في كاس العالم. لا 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 لا، طالما قلت اغرفها وكرة شراب اكيد انت حاوي وفاهم كوره. طب محمد شريف كمهاجم ما عندوش اي مميزات؟ محمد شريف عينه خضراء، ادي مميزاته. ما شاء الله، هي مميزات الفرود بقت كده. على كده اي حد عينه خضراء وشعر اصفر تعالى يا ابني انت فرود. انا راجل بمرن في اكاديميه والحمد لله بلعب كوره، واما ابقى مدرب اي حد هيشوفه عينيه خضراء اقول له تعالى انت فرود. فرود معروفه يعني. طب معلوماتك ايه عن الكوره؟ يا بيه انت عارف المرمى مساحه المرمى قد ايه؟ تمام، زي الفل. نكمل. ده شاطها في ايد الجون ضحك وهو بيصدها، قال لها تعالي كنت هموت وملص. يعني انت كده متعاطف مع جمهور الاهلي، والمفروض ان جمهور الاهلي يدخل يطبل لك في عز ان محمد شريف مش موفق في كوره او اتنين. امال بقى يا نجم لو كنت لعبت كوره وجبت هدف زي ده؟ يسجل هدف التعادل لمصلحة مني سمنودة، ولكن هدف ايه ده؟ هدف على طريقة الكبار، على الطريقة الأوروبية. بلاش ده، اصل ده ممكن يكون فوتوشوب. زي ده. والكرة الركنية الأولى وادي اللمسة، ولد يا ولد. اهداف حلوه صح؟ عجبتكم؟ ها؟ الحمد لله على كل حال. كمل. بامكانيات محمد شريف مهاجم ضعيف قوي، مهاجم ضعيف قوي. مهاجم ضعيف قوي؟ طب ايه اللي تعرفه عن المهاجم؟ الهيدرز مش عنده، التصويبات من مسافه بعيده مش عنده. المعلومات دي يا نجم شكلها من على جوجل، يا اما بقى عشتها في الملعب. عشتها بقى وسمعت المدرب وهو بيقول وعشتها بقى. كمل. واحد يقول لي يا جدع ده بيجيب فيكوا صواريخ، اقول لك انسى، ده استثناء. جاب فيكوا صواريخ؟ يعني بتعترف انه بيعرف يشوط، يعني انت بترد على نفسك. كفايه كده، سلام عليكم.